طبعا دي مكنه الصوت اللي موجوده في قلب الفانوس زي ما انتم شايفين كده. السلام عليكم، احدثكم من ما بين الفوانيس، فوانيس رمضان 2023. الحمد لله جبنا كوليكشن فوانيس السنه دي عظمه بصراحه، والحمد لله يعني جددنا المحل طبعا بفضل الله. يعني كنا جايبين كميه كبيره جدا والكميه حوالي نصها خلص، ولسه باقي 15 يوم على رمضان، فلسه هنطلب الكميات التانية كمان اسبوع ولا حاجه. فده فلوج بسيط كده سريع عن تجديدات المحل. بصراحه تعبنا جدا في موضوع تجديد المحل ده، ما كانش على البال ولا على الخاطر. طبعا محمد ياسر صاحبي وحبيبي اللي هو ماسك محل بيار تعب معايا جدا في الموضوع ده، وتعب معايا في تجديد المحل. المحل كان عايز دهانات، وكان عايز كهرباء، وعايز حاجات كتير جدا. يعني انا عشت بقى مغامره مع الحاجات دي كلها، والحمد لله يعني جددناه علشان دخلت رمضان وكده. طبعا محمد ياسر اهو ده اللي ماسك محل بيار. حبيبي يا هندسه تعالى كده عشان الاضاءه. انزل انا بعديك من تقصير يا اسطى. ايوه انزل كده. طبعا ده محمد ياسر اهو، ده المسؤول عن محل بيار. يعني الحمد لله حد كويس جدا يعني، وبقاله كذا سنه معانا وتعب معانا بصراحه. يعني مش عارف اكافئه ازاي. طبعا هعيشكم في الفلوج ده مع التجديدات من حيث الكهرباء ومن حيث الدهانات وازاي تعبنا بصراحه علشان نطلع الشكل اللي الناس كلها الحمد لله منبهره بيه، والحمد لله قدرنا نخلي البراند بتاعنا مسيطر على المحل. هو طبعا احنا اخترنا اللون الاخضر لان ده هو اللون البراند بتاعنا. وطبعا عشت حياه النجار، وعشت حياه النقاش، وعشت حياه الكهربائي في المحل هنا. طبعا انا شفت في ال3 ايام بتوع تجديد المحل شفت معاناه كبيره جدا. اشتغلت نجار، واشتغلت نقاش، واشتغلت كهربائي، علشان انا كان الهدف كله ان انا اعمل كل حاجه بايدي، علشان هو المكان الهدف منه ان انا بعمل كل حاجه من حيث تصميمات، من حيث تركيبات، من حيث جميع الشغل اللي في المحل. الحمد لله انا اللي بشتغل عليه، ويا دوب ناس زمايلي هي اللي بتساعدني في ان انا اطلع الشغل بالفينش الاخير. بس في الاول وفي الاخر الحمد لله انا بنسب كل حاجه ان انا اللي بعملها بايدي. مثلا انا لما جيت جددت المحل رحت قطعت خشب، انا اللي قطعت الخشب مع الراجل، وانا اللي خدت مقاسات. وبعد كده رحت انا اللي سمرت الشغل وقطعته وصممته زي ما انا عايزه علشان يكمل ديكور المحل. بعد كده رحت المحل طبعا وركبت الشغل وانا اللي ركبته بايدي فعليا، والحمد لله بعد ما ركبته كان قوي جدا ومتين. بعد كده حبيت ان انا ادهن واجهه المحل وادهن الخشب اللي موجود قدام المحل، فانا اللي برضو رحت جبت البوهيه واشتريت البوهيه، وانا اللي قررت ان انا اختار اللون الاخضر لان ده لون البراند بتاعي ولون الشركه بتاعتي. وعلشان اطلع اللون الاخضر عانيت معاناه كبيره جدا علشان اقدر اطلع اللون الاخضر بدون الدهانات بتاعه الكمبيوتر، ان انا اروح لتوكيل مثلا ويطلع لي اللون الاخضر اللي هو بنسب ودرجات معينه. فانا اللي جبت البوهيه، جبت كيلو بلاستيك ابيض مط، وطبعا قعدت اضيف عليه لون اخضر، فاللون الاخضر ما طلعش خالص لون اخضر. ورحت سالت برضو واحد نقاش كده قال لي ضيف عليه لون اصفر علشان يطلع اخضر الدرجات اللي انت عايزها. فقعدت احط اصفر 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 لحد ما وصلت للدرجه اللي انا عايزها. ما كنتش مقتنع بيها في الاول، لكن بعد ما دهنتها طلع اللون الاخضر اللي انا عايزه واللي انا بحبه، وطلع عيني بصراحه علشان اطلع درجه اللون الاخضر. طبعا ده كله انا طبعا عملت ده كله، لكن محمد ياسر اللي هو شغال معايا الحمد لله يعني كان ليه دور كبير جدا وفعال في المهمه دي، مش هقدر انكرها. بعد كده بعد ما خلصت الدهانات وخلصت جيت على تصميم واجهه المحل وتصميم الازاز. الحمد لله صممت الازاز بالالوان والتصميمات اللي انا عايز اشوفها واللي انا عايزها، او اللي انا شايف ان هي هتكون قويه على الطريق، ان الناس كلها هتبص لها وهيلفت نظرها الشغل ده. بعد كده رحت بقى لمرحله الاضاءه واشتغلت كهربائي. كان عندي مشكله كبيره جدا في الاضاءه، ان في سلك كده بينزل من الجراج، والجراج بينزل بيكهرب الجراج. فالحمد لله حليت المشكله
المشكله ديت، ورحت اشتريت الكهرباء اللي انا عايزها، وكان في كذا لمبه الليدات واقعه فيها، والحمد لله انا اللي عملت ده كله بايدي. يعني وصلت للمرحله او الشغل اللي انا كنت رسم في دماغي، او التصميم اللي انا كنت عامله على الكمبيوتر.